السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم اللحم المحمر اللي كيجي هائل. بالنسبة للمكونات كنحتاجو كيلو 200 غرام ديال اللحم. بالنسبة للكمية كتبقى على حسب عدد الافراد ديال الاسرة. معلقة صغيرة ديال السمن، نصف معلقة ديال الابزار فلفل اسود، معلقة صغيرة مسحة ديال سكينجبير، معلقة صغيرة عامرة ديال التحميرة فلفل احمر، 4 ديال الفصيصين ديال الثومه. كنضيفوا كذلك واحد الطامه ديال الزعفران. الا كان الزعفران هو احسن، ما كانش نديروا بحالي كناخذ واحد الطامه وكندوبوها في كاس لارب ديال الماء وكنشرملوا هاد اللحيمه. بالنسبه لهاد المرحله هذه ممكن انكم تخليو اللحيمه مرقده، يعني كل ما ترقدات غادي تجي زوينه وغتجي بنينه. انا بحيت مزروبه درت كلشي يعني في خطره. كنضيف 3 ديال البصلات كبارين مشلطين، وكنضيفوا كذلك كاس الا ربع ديال زيت الزيتون وزيت المائده. كنقفلوا على الكوكوط. في الاول كتكون النار مشده، غير تبدا لينا تصفر نقصوا عليها تماما بحال الشميعه وكنخليها ساعه ونص. شوفوا تبارك الله شحال طلقات ديال الماء، يعني رغم اننا درنا هذاك الكويس اللاروب ديال الماء اللحيمه طابت زبده تبارك الله. صافي كنحيدوا هذيك اللحيمه نوضعوها في الطبق ديال الفرن اللي غادي يدخل لينا الفرن. وبالنسبه للمرق غادي نخليوه حتى يختار لينا مزيان، يعني حتى تعقد لينا ديك المريقه. غير هو قبل غادي نضيفوا 2 معالق كبارين ديال زيت الزيتون لهذا المرق هذا، باش كيسهل لينا في تحمر هذيك البصله وكتجينا مدغمره. الفيديو راه اكيد موضح الصوره. صافي مره مره كنبقى نحركو حتى توقف لينا البصله تماما، يعني حتى تفرق الزويته على البصله. العافيه خصها تكون مهيله بزاف. صافي دابا راه وجدات لينا المريقه كيف كتشوفوا. صافي يعني تشحرات مزيان، وقفات في الزويته ديالها. غادي نصفيو شويه ديال الزيت من هذا المرق، هو اللي غادي ندهنوا به، اللي غندهن به انايا اللحم، وغادي ندخلو الفران. صافي غادي ندخلوه للفران اللي يكون سخون يتحمر بجوج شوايه، غير هو ما نبالغوش في التحمار ديالو باش ما ينبش لينا. صافي ان شاء الله غادي تشوفوا في الطبق النهائي باذن الله. هذا هو شكل الطبق النهائي ديالنا. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، لانه فعلا كيستحق التجربه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.